ذكرت صحيفة نيوز تايم في 10 من يونيو أن 10 ملايين من سائقي الشاحنات في الصين أضربوا عن العمل وتجمعوا على الطرقات السريعة، حيث طالب السائقون بخفض أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف الشحن. وهددت شرطة المرور بفرض مخالفات على السائقين المضربين. ويذكر أن سائقي الشاحنات في الصين يشكلون ائتلافا ويطلبون من جميع سائقي الشاحنات في مناطق أخرى عدم تحميل أو تفريغ حمولة الشحن حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم. وقد انتشر مقطع فيديو دعا فيه متظاهرون في شاندونغ سائقي الشاحنات والمركبات في المناطق الأخرى بعدم دخول شاندونغ، وانتشرت هذه الاضطرابات بشكل واسع. واستجابت الحكومة المحلية بشكل إيجابي من خلال مؤتمر تشينغ داو شانغو. بحسب أخبار بوكسون، في مساء 7 من يونيو عانت غواندونغ وكوانزو من تساقط أمطار غزيرة لمدة 21 ساعة متواصلة، حيث حدثت فيضانات في 30 مقطعا من الطرق، مما أدى إلى توقف حركة المرور. وفي بعض المناطق غطت المياه السيارات بشكل كامل، وفقد بعض الأشخاص، وانقطعت الكهرباء بسبب الصدمات الكهربائية، وأصبحت الشوارع كالأنهار. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم نشر أسمائهم، حيث قالوا إن قراصنة صينيون هاجموا مواقع للبحرية الأمريكية في الفترة ما بين يناير وفبراير من هذا العام. وسرق القراصنة الصينيون 614 جيجا بايت من المعلومات، بما في ذلك معلومات عن الأسلحة المضادة، ومعلومات عن تطوير صواريخ أسرع من الصوت، وخطط لتجهيز الغواصات الأمريكية في عام 2020. وتقوم البحرية الأمريكية بالتحقيق في حادث القرصنة مع مكتب التحقيقات الفيدرالية، حيث قال المحققون إن هجوم القراصنة بدأ من قبل إدارة الأمن القومي، وهي إدارة تجسس غير عسكرية في الصين. أنهت القوات الخاصة الكندية تدريبها لمقاتلي البيشمركة العراقيين. وأكدت وزارة الدفاع يوم الجمعة أن كندا علقت مساعداتها العسكرية في الجزء الشمالي من البلاد في أكتوبر من العام الماضي بسبب التوتر بين القوات العراقية ومقاتلي البيشمركة الأكراد. كما أن كندا هي جزء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الأخرى في العراق وسوريا. وقد تم تدريب القوات المحلية في العراق وسوريا لتنفيذ ضربات جوية ضد العناصر الجهادية. بحسب وكالة شينخوا، في 9 من يونيو أصدرت حركة طالبان في أفغانستان بيانا أعلنت فيه أنها ستقوم بوقف إطلاق النار مع القوات الحكومية الأفغانية لمدة 3 أيام. وقد أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غاني في 7 من الشهر الجاري أن القوات الحكومية ستوقف إطلاق النار مع طالبان لمدة أسبوع تقريبا، ولن يشمل وقف إطلاق النار المنظمات الأخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. ويعتقد بعض المحللين أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها طالبان وقفا لإطلاق النار منذ الحرب في أفغانستان عام 2001، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية في عملية السلام في البلاد. تعرضت المنطقة الشمالية في سلوفينيا لعواصف برد عنيفة، وكان البرد يهطل بحجم كرة التنس، وخلال 15 دقيقة فقط تسببت في خسائر فادحة لأكثر من 400 شخص من السكان المحليين والشركات. وأطلقت الحكومة المحلية الإنذار الأحمر.